كل سنة وانتم طيبين. هلة روايح رمضان وبشاير الخير، ويا رب يعود علينا وعليكم الأيام بخير واحنا دايما متجمعين. معانا النهاردة أسعار يميش رمضان بكل أنواعه. هنشوف مع بعض أسعار البلح السايب والمعلب، البلح الغالي والرخيص، والبلح بالمكسرات، وكل أنواع اليميش. نبدأ على بركة الله. أول حاجة معانا هنا البلحة اللي قدامنا ديت. البلحة ديت رفيعة شوية وفيها قشرة شوية، بس سعرها كويس، عاملة 16 جنيه 25 قرش. هنشوف نوع تاني زي البلحة اللي قدامنا ديت. البلحة ديت تخينة شوية، ملحمة يعني شوية. ده شكلها عن قرب. البلحية نظيفة، فتحت منها أكتر من واحدة. البلح نظيف من جوه. سعر البلح دوت عامل 18 جنيه 75 قرش. معانا نوع تاني من البلح زي اللي قدامنا دوت. البلحية ديت أرفع من اللي فاتت شوية، بس بلحية برضو حلوة. سعرها عامل 17 جنيه و50 قرش. وفي النوع اللي معانا دوت. البلحية ديت ممكن ما تكونش أحسن حاجة عشان فيها قشرة. سعرها رخيص شوية، عاملة 13 جنيه 75 قرش. في معانا نوع بلح زي اللي قدامنا دوت. البلحية ديت حجمها صغير شوية وقصيرة شوية، بس بلحية حلوة. سعرها في العروض عامل 14 جنيه 95 قرش. هنشوف مع بعض أسعار الزبيب زي الزبيب اللي قدامنا دوت. ده الزبيب اللي بيتقال عليه زبيب أبيض، اللي بيتعمل من العنب اللي هو البناتي. ده شكله. سعر الزبيب دوت عامل 54 جنيه 95 قرش. معانا الزبيب دوت اللي هو الزبيب الأحمر. ده الزبيب الأحمر اللي هو حجم وسط، بس احنا لسه هنشوف مع بعض الزبيب الأحمر اللي هو الجامبو دوت الوسط. سعره كويس برضو، عامل 37 جنيه و50 قرش. ومعانا البلح دوت. ده حجم البلحية اللي معانا عن قرب اهو. سعره رخيص شوية، بس هي البلحية برضو مش وحشة، عاملة 7 جنيه و50 قرش. في معانا زبيب زي اللي قدامنا دوت، هو لونه غامق شوية، اللي هو الوسط ما بين الأحمر وما بين اللي هو الأبيض. سعره كويس برضو، عامل 37 جنيه و50 قرش. ده اسمه زبيب سبيريو مصري. ده شكله تاني. هنشوف مع بعض البلح اللي معانا دوت. ده شكله عن قرب، بس البلحية بتاعته برضو عاملة قشرة. سعره اقتصادي جدا يعني، عامل 6 جنيه 25 قرش. بس البلحية بتاعته بتقشر شوية. هنشوف مع بعض بقى أنواع مختلفة للزبيب. الزبيب المستورد والزبيب الإيراني. أول حاجة معانا هنا الزبيب دوت. ده الزبيب الجامبو. حجم الزبيبة حلوة جدا، كبير، سكرها زايد. سعر الزبيب دوت عامل 46 جنيه و25 قرش. ده أكبر حجم للزبيب الموجود، اللي هو الزبيب الأبيض، أكبر حجم منه. ومعانا الزبيب دوت. ده شكله. هقرب لكم الكاميرا عشان تشوفوه عن قرب. ده الزبيب الموجود منتشر في كل حتة، يعتبر في أغلب الأماكن بتلاقيه، وبيقولوا عليه زبيب إيراني، عامل 41 جنيه و50 قرش.
اللي هو الزبيب بيتعمل من العنب البناتي، بس بيتقال عليه ايراني. في منه الشكل ده وفي منه الافتح شويه. ده العنب الاحمر، هقرب لكم الكاميرا عشان تشوفوا كويس. ده شكله، لو بصيتوا عليه هتلاقوه خليط ما بين العنب الاحمر والعنب الفاتح شويه، مش نوع واحد. عامل 42 جنيه و50 قرش. هما بيسموه عنب اسود، زبيب اسود، بس هو بيتعمل من العنب الاحمر اللي هو الغامق. ده الزبيب الاحمر بتاعنا بقى اللي احنا عارفينه. هعمل لكم زوم عليه عشان تشوفوا شكله. ده منتشر موجود في السوق عادي، ما بيكونش فيه سنة المزازة اللي هي في الزبيب الابيض، بيكون مسكر بس ما فيهوش مزازة. سعره عامل 42 جنيه و25 قرش. وده زبيب الحجم صغير شوية. ده كده شكله عن قرب. سعر الزبيب دوت عامل 60 جنيه، وده اكتر انواع المنتشره، سواء دوت النوع دوت اللي هو العنب بناتي او اللي هو الايراني. اكتر نوعين منتشرين موجودين دايما هتلاقوهم في الاسواق. اخر نوع معانا دوت اللي هو الزبيب الاحمر، بس الحبايه صغيره شويه. ده شكله. سعره عامل 41 جنيه و50 قرش. ده شكل انواع الزبيب، كل الزبيب بكل انواعه كده احنا شفناها كلها. دلوقتي هنشوف مع بعض البلح اللي هو المعلب. في معانا البلح دوت اللي هو البلح المكنوز، تمر مكنوز من ابو عوف. العلبه ديت بتكون كيلو. ده شكلها، بيكون سكره زايد قوي للناس اللي هي بتحب البلح كده، او التمر بتحبه يكون مسكر قوي كده. سعر الكيلو فيه عامل 109 و95 قرش، يعني 110 بالظبط. بالنسبه للبلح المعلب اللي هو نص مجفف زي الطحان اللي معانا، الطحان من انضف الانواع الموجوده في السوق. كل علبه كيلو معاها كيلو تاني هديه، يعني يعتبروا العلبتين الاتنين كيلو عاملين 206. ده البلح بالمكسرات، العلبه ديت 550 جرام. البلح دوت محشي لوز، بلح نص مجفف محشي لوز. ده شكله. سعر العلبة دي هتعمل 189 جنيه و95 قرش، يعني 190 جنيه. بالنسبة للقراصية ده شكلها، حجمها حلو. علبة القراصية ديت عاملة بالظبط 74 جنيه و95 قرش. هي 250 جرام. ممكن يكون سعرها عالي شوية بالنسبة للموجود بره، في المنتشر بره هتلاقي أسعار تانية أقل من كده. وبالنسبة للمشمش المجفف عامل 88 جنيه. بالنسبة للوز الحصى ده شكله، حجمه حلو. سعر اللوز الحصى عامل 94 جنيه و95 قرش. هنشوف مع بعض التمر هندي. التمر هندي دوت اللي هو ماركة حاج عرفة. النوع دوت حلو جدا، عامل 69 جنيه و95 قرش. العبوة بتاعته 300 جرام. النوع دوت من دراهم تمر هندي، عامل 69 جنيه و95 قرش، برضو 300 جرام. النوعين حلوين، بس انا جربت حاج عرفة دوت حلو. بالنسبة للبلح اللي هو المعلب، دي اسعار اقل شوية من اللي احنا شفناه قبل كده. ابو عوف طبعا سعره عالي شوية، فدوت سعره اقل شوية.
دي تمور الوادي، عامله العلبه عامله 59 جنيه و95 قرش، وزن العلبه عامل 625 جرام ل 700 جرام. صل وسلم على نبينا محمد. ده نوع تاني، ده حاج عرفه تمر بهي الدين، العلبه دي 700 جرام، عامله 69 جنيه و95 قرش. بلح نص جاف، حجم البلحية فيه حلو، يعني حجمها اللي هي الوسط، مش كبيرة قوي ولا صغيرة قوي، حجم البلحية كويس جدا فيه. في العرض دوت علبتين مع بعض، العلبة فيهم 700 جرام من الطحان. التمر دوت تمر سيوي، كل علبتين مع بعض كده نازلين مع بعض في العرض، هنشوف سعرهم مع بعض. سعر العلبتين مع بعض عامل 139 جنيه و95 قرش، وكل علبة وزنها 700 جرام. وفي معانا نوع البلح دوت حاج عرفة، العلبة ديت 5 كيلو، تمر بهي الدين، ده شكله، العبوة 5 كيلو، نص مجفف، حجم الحباية بتاعته حلو. سعر العلبة ال5 كيلو ديت عامل 375 جنيه و75 قرش. كل العروض ديت موجودة في كل فروع كارفور. أتمنى العروض اللي معانا تكون عجبتكم، وانتظرونا إن شاء الله في فيديوهات جديدة. باي باي.